اسمي مروة. على الأقل هكذا يناديني المقربون مني. حلمي دايما كان حياة بسيطة ومستقرة. وأنا صغيرة كان عندي عادة غريبة كل يوم قبل النوم. كنت أحس بمشاعر قوية جدا وما كنتش أحب أتكلم فيها مع حد. مع الوقت ظننت إن ده الطبيعي لكل بنت، لكن بعدين اكتشفت إن الحاجات دي نادرة جدا. كملت دراستي ودخلت الجامعة وتخرجت، وبعد سنة من التخرج اشتغلت في شركة محترمة، وهناك قابلت شخص غير حياتي. كان زميل في الشغل اسمه خالد. كان مهتم بي طول الوقت، وكنت أحس بإعجاب من طرفه لكنه ما كانش يتكلم. وأنا كمان قررت إن العلاقات في مكان العمل ممكن تضر مستقبلي. لكن في يوم من الأيام فاجأني وطلب إنه يجي البيت يتعرف على أهلي. بالفعل حصل، ولما سألته ليه قال لي: أنا جاي أطلب إيدك. أنا معجب بيكي وبشخصيتك ومش هلاقي زيك أبداً. كلامه كان رقيقا ومحترما جداً. وافقت وأخذت له موعد عند والدي. من أول ما شافوه طاروا فيه من السعادة. كان خالد شخص ذكي، هادئ الطباع، كلامه حلو وناعم. لكني كنت أعرف إن الناس اللي بهدوء مش كلهم طيبين، بعضهم بيعرفوا يخفوا نواياهم. أهلي وافقوا عليه من غير تفكير، وأنا كمان وافقت بسرعة. خطبنا بعد شهر، واتفقنا إن الفرح يكون بعد سنة عشان نجهز نفسنا. الفرق بيننا كان 4 سنين بالتقريب. يوم الفرح كان كبيرا جدا، والناس كانت بتحسدنا. كنت فاكرة إن دي بداية حياة مليانة حب، لكن ما كنتش أعرف إن القادم كان مختلف تماما. هل اكتشفتي مروة بعد الجواز إن خالد مش الشخص اللي كانت متخيلاه؟ تابعي الجزء التالي لتعرفي المفاجأة. بعد الجواز رتبنا حياتنا زي أي زوجين. في الأول كان خالد بيمثل إنه مش مهتم بفلوسي، وإن الفلوس مش مهمة عنده. كنت أنا اللي من نفسي بشتري حاجات للبيت. لكن بعد فترة بسيطة لاحظت إنه بيلمح بشكل غير مباشر إنه عايز مرتبي. في يوم قال لي: أنا داخل في جمعية قوية وما أقدرش أوفيها لوحدي. قلت له: أنا مراتك وواقفة جنبك. ومن ساعتها كل شهر كان ياخد مرتبي كامل، ويسيب لي مبلغ صغير جدا للمصروف. استمر الحال ده أكتر من سنة، وأنا مش مرتاحة خالص. بعدين بدأ ياخد دهبي اللي معايا بحجة إنه عايز يفتح مشروع يحسن حياتنا. كنت أملك كمية ذهب حلوة، ووافقت عشان ما أزعلهش. قال لي إنه هيعمل محل مجوهرات، وخلانا نعمل عقدين شراكة، نص المحل باسمي ونص باسمه. لكن بعد ما فتح المحل اكتشفت إنه بياخد كل الفلوس وهو مش عايز يديني حاجة. كان بخيل جدا، ليس في الفلوس بس لكن كمان في المشاعر. معاملته بقت باردة وبدأت خلافتنا تزيد. بعد 2 سنين من الجواز حملت بالصدفة. كنت خايفة أجيب طفل وسط العلاقة المتوترة، لكن القدر جابها كده. حملت بابني حمادة. فترة الحمل كانت صعبة جدا. كنت تعبانة ومرهقة، وخالد ما كانش مهتم براحتي أبداً. كنت بحس إنه بيمثل الحنية، لكن الحقيقة إنه كان بارد ومهمل. ولما جبت حمادة حسيت إن الدنيا اتهدت، وقررت أستحمل عشان ابني يطلع سوي. حاولت أتفاهم مع خالد، واقترحت نفتح دفتر توفير لحمادة، لكنه وافق بالكلام ومفيش حاجة اتنفذت. هل صدمة المحل كانت النهاية؟ وإيه اللي اكتشفته مروة بعدين؟ تابعي الجزء الثالث. مع مرور الوقت زادت مشاكلي مع خالد. قررت إن أنا أجيب حقي بأي طريقة. في يوم رحت المحل بنفسي وطلبت منه إنه يصفي البضاعة ويديني حقي. اتفاجئت إن المحل كله كان إيجار. العقد اللي وقعته كان مزور، والمحل مش ملك ولا ليه ولا لي. كانت أول صدمة حقيقية. لما واجهته قال لي ببرود: البضاعة دي اشتريتها بالقسط وخسرتها، وطبيعي إن خسارتك تتحط عليكي. ما قدرتش آخد ولا جنيه. بدأت أفكر إن أفضل حل هو إني أركز على حمادة. قلت له: أنا هاخد حمادة وأروح عند أهلي وكل واحد يروح في حاله. لكنه رفض. كان عنده عقد نفسية بسبب انفصال والديه، وبيطلع كل حقد عليا. بقيت عايشة معاه بلقمة العيش، بشتغل وأتعب وهو بياكل تعبي. قررت أمسك مرتبي وما أعطيهوش حاجة، لكن المشاكل زادت وبقت كوارث كل يوم. كان يهملني عاطفياً لدرجة إننا نقعد شهور بدون أي علاقة زوجية، وإذا تكلمت يرد علي بطريقة بشعة، مع إني كنت محتاجة للحنان. في يوم من الأيام وأنا قاعدة في البيت فاجأني خالد بطلب غريب جدا. قال لي: عايزك تيجي معايا المطار،
صديق عمري اللي مسافر من سنين راجع النهاردة، لازم نستقبله. استغربت لكنه أصر. قلت له: خلاص، بس أروح مع حمادة عشان ميبقاش لوحده. قال لي: حلو، خديها فسحة. سألته ليه عايزني بالذات. رد علي بكلمة فضلت أفكر فيها طول الطريق: إيه رأيك نغير جو؟ يمكن فيها خير كبير. ما فهمتش قصده وقتها، لكني وافقت. مين هو صديق العمر الغامض؟ وإيه اللي حصل لما قابلت مروة في المطار؟ انتظري الجزء الرابع. وصلنا المطار ونحن ننتظر. قعدنا شوية وفجأة شفت راجل قادم من بعيد. اسمه كريم. كان خالد دايماً بيحكي عنه. طول عمري سمعت عنه بس عمري ما شفته. أول ما شفته اتصدمت من شكله. شيك جداً، وسيم، رياضي، ما تعطيش 35 سنة خالص، شكله 25 بالكتير. سلم علي وقال: سمعت عنك كتير، نفسي أشوفك من زمان، بس ما كنتش متخيل إنك جميلة كده. كلامه كان محترم ورقيق جدا. شكرته وحسيت إنه مختلف. رجعنا البيت، عملت غدا كبير وجلسنا نضحك ونتسامر. كريم كان دمه خفيفا وأخلاقه عالية. في اليوم ده ما رحتش الشغل عشان كريم كان معانا. صبحت الصبح عملت فطور وغدا تاني. بعد الأكل خالد قال: أنا رايح مشوار 5 دقايق وارجع. فوجئت إنه اتاخر أكتر من ساعة وفضلت قاعد مع كريم في البيت. كنت متضايقة من الموقف، بس كريم كان محترم جدا وما تجاوزش حدوده. فضلنا نتكلم ساعات عن الحياة والسفر. بعدين رجع خالد ومشى كريم، بس سيبت رقمه عندي على الموبايل. بعدها كان بيتصل بين الحين والآخر، بيعزم نفسه على الغداء أو العشاء، وكل مرة يشكرني على أكل بطريقة جميلة. كلامه كان ناعم ومحترم، وأنا كنت محرومة أصلاً من الكلام الحلو من جوزي. حسيت إن كريم إنسان طيب بجد، وإن فيه فرق كبير بينه وبين خالد في المعاملة والذوق. ريهوك، هل كريم كان طيبة فعلاً ولا كانت لعبته مختلفة؟ وإيه اللي اكتشفته مروة بعد كده؟ تابعي الجزء الخامس. في يوم مش عادي، كنت قاعدة في البيت مرتاحة جداً، لابسة هدومي الخفيفة، وفجأة سمعت صوت الباب بيتفتح. افتكرت خالد رجع بدري، لكن اللي دخل كان كريم. اتصدمت وقمت أجري أجيب هدومي. قال لي: أنا آسف، خالد هو اللي طلب مني أعمل كده. النهاردة جيت أحكي لك الحقيقة. فضلت واقعة مصدومة، وجلس وقال: جوزك خالد أخد مني مبلغ كبير جدا من الفلوس وعامل حاجات كتيرة. هو مش بس كده، لكنه متجوز من فترة وهو عايز يسيبك نهائيا. الصراحة هو أداني ليكي زي الهدية. هو قال لي: خدها، دي مراتي، أنا مش عايزها، وأنا هاخد منك الفلوس عشان أسيبها ليك. أكمل كريم: أنا اديت له الفلوس عشان حبك ولا عشان الصفقة؟ أنا اديتها له عشان أنا معجب بيكي فعلا من قلبي. لما شفتك حسيت إنك إنسانة تانية غير اللي هو كان وصفها لي. هو سلمني مفتاح الشقة من زمان، بس أنا عمري ما جيت إلا النهاردة عشان أحكي لك الحقيقة. أنا بحبك يا مروة، وعايزك تكوني زوجتي بجد لو تقبلي. وقتها انهارت. حسيت إني فقدت الأرض من تحت رجلي. طردت من البيت وبكيت كتير. كنت خايفة على حمادة أكثر من نفسي. بعدها بأيام بدأت أفتكر كلامه وأحس إنه كان صادق، لكني كنت خارجة من صدمة. هل توافق مروة على الزواج من كريم؟ ولا تخاف تكرر نفس المعاناة؟ الإجابة في الجزء الأخير. عدت أسابيع وأنا مش قادرة أقرر. كنت كل يوم أفكر: هل أوافق على كريم ولا لأ؟ من ناحية هو راجل محترم وطيع ومختلف عن خالد تماماً، لكن من ناحية تانية أنا خارجة من علاقة فاشلة وجارحة. خفت أكرر نفس السيناريو، وزعلت إن كريم ما اتصلش بيا الفترة دي. حسيت إني ممكن أكون خسرت شخص كويس بسبب خوفي الزايد. في نفس الوقت حمادة ابني كان بيطلب أبوه كل يوم، وكان زعلان ومشتت، وده خلاني أحس بالذنب. أنا عايزة أتزوج عشان ابني يكبر في أسرة مستقرة، لكني خايفة أخد خطوة وأندم. حاولت أكلم كريم تاني لكنه كان بارد شوية وقال لي: براحتك، لو حبيتيني هتلاقيني موجود. بعدها انقطع اتصاله بالتدريج لحد ما مبقاش يتصل خالص. النهاردة أنا واقفة على مفترق طرق، مش عارفة أوافق عليه ولا أرفضه. نفسي أسمع رأي حد عاقل. هل أروح له وأقول له أوافق ولا أنتظر كمان؟ وهل هو فعلا كان صادق ولا لعب عليا زي خالد برضه؟ كل اللي عرفته إن الثقة ما بترجعش بسهولة، وإن الحب الحقيقي نادر. حمادة محتاج أب، وأنا محتاجة راجل يقدرني.
لكني مش عايزة أعيش الفيلم القديم تاني. القرار صعب جدا وخايفة أغلط. ساعدوني بقراركم، أوافق على كريم ولا لأ؟ دلوقتي دورك في التعليقات. هل توافقين إن مروة توافق على كريم؟ ولا تخافوا من التكرار؟ شاركينا رأيك للآخر.